مشجعين الزمالك في كل مكان، احلى مسا عليكم. اهلا بيكم يا زملكاويه في حلقه جديده من هندسه التحليل، بس المره دي تحليل محلي وهنتكلم للزملكاويه فقط، فبعد اذنكم الجهلاء يمتنعون. عايز ارغي معاكم كده يا زملكاويه في وضع الزمالك السنه دي واخبار الصفقات وايقاف القيد والنهائي اللي احنا رايحين نلعبه في الكونفدراليه مع نهضه بركان، وكمان هنتكلم عن موقفنا في الدوري، وخصوصا بعد ماتش امبارح اللي لعبناه مع سموحه بالخساره 1-0. ماتش كان بصراحه غريب شويه. فهنتكلم شويه كده واقول لكم رايي في الزمالك السنه دي. اظن كفايه رغي لحد كده، ويلا بينا نخش في المعمعة. في البدايه كده يا زملكاويه، خليني اقول لكم ان الاداره اتفقت مع جوميز ان هو مطلوب منه في الفتره اللي هو هيمسك فيها الست شهور او السبع شهور اللي هو جه فيهم ان هو يكسب الكونفدراليه. ده اللقب اللي مطلوب منه. لو كسب الكونفدراليه هيجددوا معاه العقد سنه كمان، ويبتدوا بقى يجيبوا له صفقات من طلباته ويظبطوا له الدنيا على طلباته هو. ما كسبش يبقى مع السلامه يا باشا، متشكرين لك قوي، فرصه سعيده، اتكل على الله، خد طيارتك وروح ونشوف مدير فني تاني. فعشان كده هتلاقوه دايما في ماتشات الكونفدراليه اللعيبه حتى بتلعب جزه قوي من اول من بدري من ساعه ما جه، لكن في ماتشات الدوري بتحسه بيعمل تشكيلات غريبه زي ماتش امبارح كده. هو بيجرب يا جماعه، عايز يعرف مين هيعرف يعتمد عليه امتى. فهو بالنسبه له الفرقه برده لغايه دلوقتي في لعيبه هو ما يعرفهاش، في لعيبه لسه بيشوفها لاول مره. فعشان كده هتلاقي في ماتشات الدوري في دروب بيحصل في الاداء في ماتشات كتير. احنا كسبنا الاهلي وبعديها كسبنا البنك الاهلي وبعديها عرفنا نكسب الفريق اللي كنا بنلعبه دريمز الغاني ده، كسبناه 3-0 في العوده وعرفنا نصعد للنهائي. وهنلاعب نهضه بركان بعد طبعا اللي حصل في موضوع نهضه بركان والكاف في الاخر صعد نهضه بركان للنهائي. انا شايف ان الزمالك في الفتره دي اولا طبعا محتاج دعم، وانا مش محتاج اقول للزملكاويه دعم لان كده كده كل جماهير الزمالك بتدعم الزمالك في اي وقت، وفي وقت الشده اكتر من الوقت اللي بنبقى فيه كويسين. يعني احنا غير الناس التانية، احنا يا باشا الحلوه والمره معاه بجد، مش بنقولها كلام. تلاقي الاستاد مليان والجماهير بتدعم سواء بتكسب او بتخسر. يعني لو اتفرجتوا على الماتش بتاع سموحه الجماهير بتشجع واحنا خسرانين لغايه ما الماتش خلص، وعادي جدا مفيش اي حاجه. احنا اهم حاجه نركز في ماتش الكونفدراليه بتاع نهضه بركان، محتاجين ان احنا نكسب هناك او نطلع بنتيجه ايجابيه نتعادل، لان خلي بالكم في افريقيا لسه قاعده الهدف بره الارض بهدفين في حاله التعادل موجوده، ما اتلغتش زي اسيا واوروبا. فاحنا لو عرفنا نحط جون بره ارضهم او حتى لو الماتش خلص 1-1 2-2، اي نتيجه ايجابيه هناك طبعا المكسب يبقى احسن حاجه، بس لو عرفتش تكسب وقدرت تتعادل وتيجي هنا تلعب على ارضك تعرف تكسب وناخد البطوله باذن الله، وتبقى البطوله الثانيه لينا في الكونفدراليه، ونروح نلعب السوبر الافريقي ويمكن يبقى بشرة خير. احنا المره اللي فاتت في النهائي كنا بنلعب نهضه بركان والاهلي كان بيلعب الترجي واحنا كسبنا والترجي كسب ورحنا كسبنا الترجي في السوبر. فتفائلوا خير يا زملكاويه، وان شاء الله نصعد من النهائي ده ونعرف نكسب هناك ونكسب هنا ونصعد نروح نلعب ماتش السوبر. اما بالنسبه للدوري وجوميز، انا جوميز بصراحه مش يعني مش هقول مش عاجبني او ان هو جامد او فتاك، بس عنده فكر، عنده افكار بيحاول يطبقها، عايز يعرف يتحرك بلعيبه بطريقه معينه، باصات بطريقه معينه، بيبني لعب من تحت، بيبقى عايز يضغط طول الوقت، عايز باصات الكره في رجله، بيحب يبقى الاستحواذ معاه دايما، بيخلق فرص كتير. بس انت عندك مشكله في راس الحربه لان انت ما عندكش فينيشر يخلص. سيف الجزيري مستواه نازل وما بيحطش الاهداف. ناصر منسي مع الاحترام وفوق راسي، بس مش ده مهاجم الزمالك الاساسي. امكانياته يبقى ممكن يبقى مهاجم احتياطي بس مش الاساسي، وما اعتقدش انه يلعب في الزمالك بصراحه يعني. فانت محتاج. وسامسون بقاله فتره عامل اداء كويس، بس سامسون هو موظفه ان هو ينزل يبقى محطه ويستلم، وهو الصراحه في الموضوع ده كويس قوي، بيعرف يستلم ويحجز بجسمه حلو قوي ويسلم ويستلم الكرة بكل اريحيه. لكن الفينش بتاعه على الجون لا، لسه شويه كمان، وزنه لسه زايد. هو بيخس بس وزنه لسه زايد وسرعته عايزه تزيد شويه كمان. فانت محتاج مهاجم بلس ان انت اللي اطراف عندك ناحيه زيزو لو مش موجود الطرف ده تقريبا نايم. يمكن شحاته امبارح شفناه بيميل على الطرف اما كان زيزو لسه ما نزلش في الشوط الاول، عمل كام اوفر حلوين بس مش هو ده اللعيب الطرف بتاعك. فانت عندك زيزو ما عندكش بديل ليه. الناحيه الثانيه غير بقى نضاي على شلبي على لسه ما حدش ملى المكان ده، يمكن من ساعه ما بن شرقي مشي، صح؟ ساعه ما بن شرقي مشي ما حدش ملى المكان ده من ساعه بن شرقي. نص الملعب لا، انا متفائل بنص الملعب. انت عندك غير ان عبد الله واقف وراسي والكلام ده، لا انت عندك يا باشا شحاته حلو، حمدي حلو، جاي منهم جامد.
دونجا عامل اداء فوق الرائع بقاله فتره. فالزمالك فرقه هتبتدي تبقى فرقه متكامله مع الراجل ده. لو فضل مكمل سنه كمان اعتقد ان افكاره هتبقى اوضح السنه الجايه كمان. فما تستعجلوش على الدوري. كلنا عايزينه ان هو ينافس على الدوري، ولو عرف يكسب الدوري لان لسه بدري. خلي بالكم احنا فاضل لنا الزمالك فاضل له في الدوري 19 ماتش. احنا كنا بنتكلم لسه على انجلترا فاضل لهم ماتشين وثلاثه، ولا في اسبانيا فاضل لهم 4 ماتشات. احنا عندنا 19 ماتش، والاهلي فاضل له مش فاكر 17 ولا 18 ماتش. فلسه موسم، لسه موسم بحاله. احنا المهم بالنسبه لنا دلوقتي الكونفدراليه، نحقق اللقب، تبقى هادي بتلعب في الدوري وانت ابتديت تقف على ارض صلب، وبعد كده تنافس على الدوري. انا بقى لسه مش عارف بصراحه العك اللي عندنا ده هيحسبوا اللي طالعين بطوله افريقيا بقى هيحسبوهم على النص سيزون ولا على السيزون كامل. هيستنوا نخلص ماتشاتنا، الله اعلم. في العجينه اللي احنا فيها دي الله اعلم. بس انا هتكلم على فرقتي. انا عايز فرقتي تعمل ايه؟ انا عايز بعد ما نكسب الكونفدراليه عايزك تلعب في الدوري، تبتدي تلاقي التشكيله الامثل وتعرف تنافس على الدوري. عرفت توصل بقى مركز تاني عشان تلعب في الشامبيونز السنه الجايه او اللي هي بطوله افريقيا، ده هيبقى كده فوق العظمه. لان انت مش محتاج السنه دي في الوضع الحرج اللي احنا فيه. خرجنا من ايقاف قيد في ايقاف قيد. يا دوبك ده كويس ان هم عملوا ال10 صفقات اللي احنا لسه ما شفناهاش كلهم. يعني احنا حمد الفلسطيني احنا لسه اول ماتش نشوفه امبارح، وانا الصراحه متفائل بيه برضو. سيرد باك كويس، سنتر باك هيجي منه. بس لسه طبعا تيشيرت الزمالك تقيل على اللعيبه بالذات المحترفه من دول عربيه، بيبقى عارف قيمه الزمالك عند الجماهير. فممكن يبقى عمل كذا غلطه امبارح، بس ده جاي قدام لسه لما ياخد ثقه ويلعب اكتر هيبان. فاحنا مطلوب مننا زي ما قلت لكم ان احنا ندعم الفريق لغايه ما ناخد الكونفدراليه، وبعد كده نركز في الدوري ناخد منه اكبر عدد نقاط نقدر ناخدها. الاهلي هيوقع نقط، وبيراميدز هيوقع نقط، وزد هيوقع نقط، والجونه هيوقع نقط، وكل الاهلي واعوانه زي ما بنحب نسميهم، اللي هي الاهلي وشلته الفرق اللي بتلعب بتاعت الاهلي دي، سواء مودرن ولا زد ولا سيبكم بيراميدز مش تبعهم. بس بقيه الفرق هتوقع نقط، ومنهم المنافس الرسمي بتاعك الاهلي والزمالك، الاهلي وبيراميدز. دول هيوقعوا نقط. فانت عندك فرصه رقميا، عندك فرصه. صحيح الفرصه صعبه في ظل تحكيم، بلاش نقول حاجه كده، والبلنتيات اللي بتحسبش بلنتيات واللي مش عارف ايه. ويعني مش قادر اقول لكم التحكيم المصري بقى اسوأ ما يكون. يعني ماتش امبارح ده احنا لعبنا وحش، بس اديني حقي. الكوره بيلنتي، الكوره بيلنتي. مش معنى ان هو لمس الكوره بشعر رجله وحركها في اتجاه المهاجم فالمهاجم لسه عنده فرصه يشوط. اي حكم فار هيبص هيلاقي الكره ماشيه في طريق المهاجم، هي لسه في سكه المهاجم، هيحطها في الجول. ما تتحسبش. ازاي يعني؟ ازاي؟ ما علينا. هنفضل بنقاوح وضد المنظومه. وزي ما قلت لكم في حلقه انا ليه بكره الكره المصريه، احنا المنظومه كلها عك في عك، بس ادارتنا احنا بتحاول في وسط العك ده تعمل حاجه. بالنسبه لموضوع ايقاف القيد فلسه بدري على فتح القيد اصلا. احنا القيد هيتفتح في شهر 9، فلسه بدري عشان تعمل صفقات، وقدامنا فرصه. والاداره قالت ان هي ان شاء الله هتحاول ان هي تحل موضوع ايقاف القيد، بس على اسوأ الظروف. على اسوأ الظروف ما عرفوش يحلوها. انت عندك مجموعه من اللعيبه تعرف تخلص بيهم الموسم وانت مرتاح. والموسم اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله هيكونوا حلوا موضوع القيد ده، ونقدر ان احنا نعمل صفقات قبل الموسم الجديد ما يبدا. اهم حاجه بس تفائلوا خير يا زملكاويه، وادعموا فرقتكم وروحوا الماتشات وشجعوا من كل قلبكم. وطبعا مش هفكركم تعملوا لايك واشتراك في القناه، وسيبوا لي توقعاتكم هنكسب الماتش كام باذن الله، وهنفنش الدوري في المركز الكام. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه التحليل. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.